عليكم ورحمة الله. أخوكم حسام في الكرة مع حس. يا رب تكونوا جميعا بألف خير. ما تنسوش يا جماعة لايك وشير واشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم كل ما هو جديد. واللي ما اشتركش قبل كده وحابب يشترك معانا أهلا وسهلا. معايا حلقة مهمة جدا بعنوان حكم مرتشي للأهلي وبيراميدز، بلطجة الخطيب في خطف اللاعبين، راتب بن شرقي في الزمالك، تشكيل الزمالك اليوم. في الحقيقة يا جماعة يعني يلا بينا على تفاصيل الحلقة. يلا بينا. الحكم يا جماعة روي فيليكس سافير، يعني اتهم في 2014 في قضية رشوة في إحدى مباريات الدوري الألماني، إن هو أخد 300 يورو من الحكم روي لويز. الحكم روي لويز ده يا جماعة تم إيقافه مدى الحياة للتلاعب في نتائج المباريات في 2004. أيضا الحكم بتاعنا احنا بقى اللي هيحكم مباراة الأهلي وبيراميدز اللي هو فيليكس سافير اتوقف 6 شهور. يعني طبعا يعني سفير حصل على الرشوة لضمان فوز فريق على الآخر، وده حسب يعني وصف الصحيفة الأمريكية الشهيرة أتلانتيك. عشان كده تم إيقافه 6 شهور. طبعا يعني الأول يا جماعة كان ممكن مثلا يجيبوا حكام يكون عليها شبهات، لكن يعني زي كده الحكم الاسباني اللي جابوه في الماتش الاول كان عليه شبهات ولكن لم تثبت عليه الرشوة. ده بقى يعني حكم مرتشي عيني عينك. يعني واضح كده ان النادي الاهلي بيحضر كل اسلحته الفاسدة للاسف، وعايز يضمن بقى الدوري من الماتش اللي جاي. وانا كده يعني اضمن لكم ان الاهلي كسب بيراميدز للاسف بدون اي وجه للمنافسة. هخش معاكم على قضية تانية، قضية محمد عدلان. يعني النادي الأهلي نادي الزمالك من 5 أيام أعلن عن توقيع اللاعب لنادي الزمالك محمد عدلان، لاعب صغير في السن عنده 18 سنة في كرة اليد، بيلعب في نادي طلائع الجيش. بعدها على طول بيومين يعني من 3 أيام طلع الأهلي على الموقع الرسمي بتاعه وأعلن عن انضمام اللاعب ده. يعني مما اضطر اللاعب ان هو يعمل فيديو صوت وصورة وبيقول انا رغبتي الاولى والاخيرة اللعب في نادي الزمالك، ومليش اي رغبة ان انا العب في النادي الاهلي. يعني حاجة عجيبة جدا. يعني هل فعلا جاء مثلا تليفون لنادي طلائع الجيش قال لهم لا اللاعب ده لازم يروح الاهلي، وحاولوا يضغطوا على اللاعب زي ما هي كده السوشيال ميديا بتاعتهم يا جماعه دايما هي اللي بتفتري على نادي الزمالك وبتقول لك ده مضغوط عليه وتحت التهديد علشان يلعب في نادي الزمالك؟ ما كانش الراجل طلع صوته وصوره؟ يعني ده ابسط شيء بيقول خلاص يعني انا مش عايزكو، يعني انا قرفان منكو، انتوا بتتكلموا في ايه؟ انا رغبتي نادي الزمالك. يعني شيء في الحقيقة عجيب جدا، وهي دي عادة الأهلي مش هيشتريها. يعني هي دي عادة النادي الأهلي، هو بتاع الأساليب الملتوية وهو اللي بيضغط على الأندية أو اللاعبين. يعني لو تتذكروا قصة حسن وليد القداح اللاعب، برضو نفس القصة. ده من سنين الأهلي كان ضاغط عليه وطلع وقال الأهلي كان ضاغط عليا، ولعب فعلا في الزمالك فترة وبعدين احترف خارج مصر، طلع برضو على كل البرامج وكل الشاشات. يعني حتى يا جماعة يعني برضو من ضمن التأكيد لكلامنا، طلع مدير صن داونز، لو فاكرين لاعب صن داونز اللي الأهلي
يعني قواه وقال له ما تروحش ناديك وخليك قاعد في البيت. طلع مدير صن داونز السنه اللي فاتت وقال واعترف ان الاهلي بيضغط على اللاعب، واحنا رايحين بعيد ليه؟ يعني لكم في الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب عضو مجلس اداره نادي الاهلي السابق، وحلقته الشهيره مع مهيب عبد الهادي من ايام بسيطه، يعني تقريبا من شهر او شهر ونص، لما طلع وقال احنا اللي هربنا اكتر من لاعب من الزمالك، كان منهم ايمانويل امونيكي، احنا اللي جبنا له وكيل من بره، واحنا اللي خلصنا كل يعني الصفقه علشان يخرج خارج مصر. ازاي كان اللاعب ده يجيب اهداف كل ما يلعب الزمالك مع الاهلي؟ ودي مأساة ومعاناة كبيرة جدا، يعني انا مش عارف امتى هنتخلص منها، من مجالس الادارات المتعاقبة على النادي الاهلي اللي هي تتسم بالفساد وبالعهر الرياضي كده. يعني بالنسبة للاعب محمد عدلان، عمل اللي عليه تالت ومتلت. هل يقدر نادي الزمالك يحميه؟ يعني هل بقى بعد ما اللاعب اثبت ولاءه وبيستغيث بنادي الزمالك، هل الكابتن حسين لبيب والكابتن هشام نصر رئيس الاتحاد السابق لكرة اليد يقدر يحمي اللاعب ويصمم ان موقفه سليم مع نادي الزمالك وما يروحش بطريقه مهينه جدا لنادي الزمالك؟ لان دي هتبقى اهانه كبيره جدا لو اللاعب راح النادي الاهلي بعد ما وقع لنادي الزمالك. يعني زي ما هم كده برضو الزمالك هو اول من اعلن واول من ابلغ اداره نادي الاسماعيلي ان هو عايز عمر الساعي، برضو دخلوا على صفقه عمر الساعي. هل هي دي اخلاق الكبار؟ بلطجه وخطف اللاعبين، اي صفقه يخش فيها نادي الزمالك. برضه يا جماعه شيء عجيب جدا، يعني ده ما بنشوفوش غير من ادارات النادي الاهلي ومن محمود الخطيب شخصيا. مهيب عبد الهادي امبارح يا جماعه عمل حلقه يعني تاريخيه في النحنحه، بيقول والله الاهلي صعبان عليا ازاي بيلعب كل 3 ايام ماتش ولسه لاعب امبارح وهيلعب يوم الاثنين. حرام الظلم ده، انتوا بتظلموا النادي الاهلي ليه؟ والله يا استاذ مهيب خلي بالك، يعني ماتش زي ماتش الالومنيوم اللي انت طالع بتتكلم عليه ان ازاي الاهلي يلعب كان يوم الجمعة وعنده ماتش يوم الاثنين، لو تتذكروا كان قبل ماتشات المنتخب الكبير الكابتن حسام حسن قبل المعسكر الاخير، والاهلي رفض، الخطيب رفض، قال لك لا انا ازاي العب من غير اللعيبه الدوليه؟ طب ما هو ما لعبش امبارح ولا من غير امام عاشور يعني واكتر من لاعب وعبد المنعم. حاجه يعني عجيبه جدا جدا. يعني هل الاهلي، طب ما يعني شيء برضو غريب جدا، الاهلي ساعتها دبدب في الارض ورفض، قال لك لا انا مش هلعب الماتش. طب خلاص يا سيدي، انت بقى دلوقتي جاي طالع وبتعيط ان الاهلي حاجه مستفزه جدا، طالع وبيلعب كل 3 ايام مباراه، غير كميه التاجيلات الرهيبه دي يا جماعه اللي فاتت في الدوري وبوظت الدوري العام، والكره المصريه بقت في جرثه على مستوى العالم مش المستوى المحلي فقط. مين اللي مأجلها؟ ما هو السبب فيها النادي الاهلي، هو اللي مش عايز يلعب اي مباريات غير لما لعبته تلعب بطولة دوري ابطال افريقيا. يعني هل ده برضه يصح؟ يعني يقول لك بقى لا للعيبة الاهلي احنا مش هنلعبكم اهو اي مباريات يا سيدي علشان تروح تاخد افريقيا، احنا بنريحك. طيب خلاص ما ترجعش بقى تعيط دلوقتي. في الحقيقة كمان يا جماعة من اخبارنا راتب بن شرقي في نادي الزمالك. يمكن بن شرقي نزل تويتة منذ ساعات حاطط فيها فيديو لاهدافه على انستجرام مع نادي الزمالك. يعني طبعا دي في اشاره او في تلميح لاقتراب يعني خلاص انتقاله لنادي الزمالك. نتمنى ان شاء الله الانتقال يعني يتم على الف خير. كل الجماهير بتحبك يا كابتن بن شرقي، يا ريت توصلوا صوتنا للجميع ويكون بن شرقي بيتفرج علينا
لاعب كبير جدا ومحب لنادي الزمالك، وجماهير نادي الزمالك عن بكرة أبيها عاشقة لبن شرقي يعني. أيضا يا جماعة مستر جوزيه جوميز عندنا ماتش النهاردة الساعة 9 مساء مع الداخلية. كان أعلن إن هو سوف يدفع بمزيد من الناشئين، لكن ترقبوا العمود الفقري الأساسي يبقى متواجد. يعني عندك المسلوسي، عمر جابر، فتوح، دونجا، كمان في الامام هيبقى اذا كان مصطفى شلبي، مفيش سيف الدين الجزيري، هيحط اوباما. يعني يقدر ان هو يدفع بثلاث ناشئين في الشوط الاول، ويقدر بقى يعني انت لو كسبت المباراه يدفع بثلاثه تانيين الشوط التاني. يعني لغز بقى غريب جدا بيتساءل عليه جماهير نادي الزمالك، اين شيكابالا؟ قالوا خلاص ان هو خف من الاصابه من 10 ايام. هل ده مقصود او في اتفاق معين ان شيكابالا ما يلعبش مع نادي الزمالك طول هذه الفتره؟ ده اللي هتجيب عنه اكيد الايام القادمه، الايام كفيله ان هي تكشف كل شيء. مصطفى الزناري برضو يا جماعه كان لاعب جيد جدا، برضو مختفي تماما. في الحقيقه لازم اللي انت يعني دي بقى اخطاء، يعني تدور كل اللاعبين اللي عندك. طب هنقول شيكابالا، طب فين الزناري؟ طب ما انت عندك مشاكل كبيره جدا في الدفاع. لازم على الاقل يلعب جزء من الوقت في المباريات، لان ممكن تحتاجه في البطولات القادمه القريبه لنادي الزمالك. في الحقيقه يعني دي كانت اهم الاحداث اللي انا حبيت اطلع اتناقش فيها مع حضراتكم. ما تنسوش يا جماعه لايك وشير واشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. تحياتي لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.